يا سلام الخيرات على أحلى البنات، وكل سنة وانتم طيبين ومع الفسيخ معيدين. شم النسيم قرب وموسم الفسيخ ابتدى. رحت أجيب يا بنات كده فسيخ، لقيته ب450 جنيه، والحلو قوي لقيته ب800 جنيه. فقررت أعمله بنفسي وأتحدى الغلاء. تعالوا نشوف كده مع بعض أنا جبت إيه بالظبط. اللي قدامكم ده سمك بوري، ما هو الفسيخ ما يحلاش إلا بيكون سمك بوري. انا جبت السمك البوري اهو زي ما انتم شايفين، وجبته كبير. جبت الواحده بس تعمل زي كيلو كيلو الا. تمام كده، لان بيبقى مزبت بقى كده وبيبقى ليه طعم حلو قوي. تمام كده يا حبايبي، انا جبته وانا بوريه لكم، وهخش بقى على الميه كده وهغسله. تعرفي البوري من ايه؟ من راسه. لو راسه عريضه شويه تعرفي ان دي بوري، انما لو ليها بوز لا، دي كده مش بوري الاصلي، اللي هي اسمها دبارة تقريبا، دبار حاجة زي كده يعني. تمام كده. هجيب بقى اغسله، طبعا هو بيبقى في ميه البحر، فميه البحر بيبقى فيها طينه وحاجات كده يعني، فلازم اجيب خياشيم، وانا بوريكم الخياشيم بتاعته اهو. لازم اجيب الخياشيم بتاعته وانضفه من الطينه ومن الحاجات دي، لان انت لو سبتيه بالحاجات دي هيديكي ريحه معفنه ويعفن منك. لا، انا هغسله غسله حلوه ومتينه كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ايه هنشوف مع بعض هنعمل ايه. رحت لقيته، جبت اربع سمكات. الاربع سمكات عملوا معايا 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص يعني قولي الواحده كده قيمه كيلو الا ربع او كيلو، او يعني في حدود كيلو الا ربع كده يعني. تمام كده يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده انا بتاكد انه الطينه اللي فيه دي بتتشال خالص. طب الشاطرة بقى اللي تسألني دلوقتي وتقولي طب انت جبتيه بكام؟ يا بنات انا جبت الكيلو على 100 جنيه. الكيلو على 100. كان في ناس بتبيعه ب 130 او قال لي الاول ب 110، وقعدت افاصل معاه لغايه ما وصلت ل 100 جنيه. بس انا ما جبتوش من اي حد، انا جبته من سوق السمك ذات نفسه. سوق السمك ذات نفسه. تمام كده يا حبايبي. فعشان كده انا بقول لكم الاسعار كمان عشان لما تنزلوا تجيبوا محدش يضحك عليكم يعني. انا جبت اهو زي ما انتم شايفين، جبت الاربع سمكات عملوا لي 3 كيلو ونص. ونضفت اهو زي ما انتم شايفين كده، واتاكدت ان هو نضف على الاخر. لازم تنضفيه علشان مش تنضفي وتفتحي بطنه يعني، لا، انت تنظيفه بيحتاج منك ان انت تنضفيه من خياشيمه، بحيث ان ما يبقاش ليه ريحه وما يعفنش منك. تمام كده يا روح قلبي. انا بوريكم برضو الخياشيم، لازم تجيبي السمكه صبحه زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم الخياشيم بتاعته، بقول لكم انها حمرا ازاي وصبحه ازاي. بصوا انا بوريكم اهون. وطبعا نشفته بقى بمناديل بعد ما غسلته، وجيت بقى ويلا بقى هنبتدي. الاول كده انشفه بمناديل، واجيب مناديل واحط في الخياشيم بتاعته مناديل. كل كده كل ناحيه كده اروح حاطه فيها منديل اطبقه كده واروح حاطاه. طيب ليه؟ هقول لك يا حلوه بعدين، بس يلا حطي لايك. انت لغايه دلوقتي اتفرجتي وما حطيتيش اللايك، يلا حطي اللايك الحلو بتاعك كده وتعالي نكمل الفيديو مع بعض. انا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده، جبت في كله، جبت مناديل اهو، وجبت الخياشيم بتاعته وحطيت فيها المناديل. حلو كده، حلو قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده هحط في الكميه كلها. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده هجيب بولة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، ونعملها بقى فتحي يا وردة وقفلي يا وردة. ولازم احطها من راسها لراسها لتحت كده، عشان المية اللي فيها تصفي المية خالص. انا عايزاه يبقى ناشف خالص. تمام كده. وعملتها لك بشكل ورده وفتحي يا ورده وجميله اهو، شكله جميل، يحتاج اللايك بتاعك والله، ويستاهل اللايك بتاعك. تعبي ده ما يبقاش على الفاضي كده يا بنات. يلا حطي اللايك بتاعك الحلو. ورحت جايبه بقى عشان هسيبه قيمه كام ساعه كده. رحت حاطه عليه كيس مشمع زي ما انتم شايفين كده، عشان ما فيش هموشه تروح ولا تقف عليه. ورحت ركناه كده قيمه كام ساعه، ساعتين 3 ممكن 4، مش مشكله، ما تخافيش عليه خالص. انا جيت بعد كده هون جبت بقى، انا اتاكدت بقى ان خلاص انه صفى. شوفي المناديل، شوفي انا ده بقى لازمه المناديل. لازمه المناديل؟ ان هو لما بيجي يصفي المناديل ده بتستقبل كل حاجه. تمام كده. انا جيت اهو اتصفى مني، ويلا هنبتدي. هو بقى بيحتاج عايز ملح خشن
وشطه وبتاع ده وكركم، بس كده. وكفى بالله كفى بالمؤمنين شر القتال، مفيش اي حاجه تاني، هو كده وبس. حاجه سهله وبسيطه جدا اهو. ليه بقى اجيبه ب 800 جنيه وب 400 جنيه اللي هو مش قد كده؟ ليه كل ده؟ مش مستاهله الكلام ده خالص والله. بأحسن بص بأبسط الطرق وسهل جدا خالص اهو. رحت انا جايباه اهون. هجيبه ازاي بقى؟ هجيب من الخياشيم واروح حاشيه اللي انا دمجته كله مع بعضه ده، الملح بالشطه بالكاري واروح حاطه او مش الكاري، الكاري واروح حطاه. وما تخافيش الكاري ما بيمرروش، يعني في ناس تقول لك لا ده بيمرروا، لا خالص مش بيمرروا ولا في اي حاجه خالص. تمام كده. واروح حاطه في خياشيم وكده الملح الخشن، واروح وانا بحط الملح اتفس كده في الخياشيم ذات نفسها، طول ما انا واقفل عليها، اتفس في الملح واقفل عليها. تمام كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. واروح بقى جايبه كيس الاول. احنا بصوا احنا قتلنا القتيل وهنتويه خلاص، يعني هنتويه. هوريكم هنتويه بقى ازاي. جبت الكيس كده زي ما انتوا شايفين، ورحت حاطه فرشه كده من من المحتويات بتاعتي، الشطه والملح الخشن والكركم. ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هو ممكن كاري او كركم يعني. تمام كده يا حبايبي. ورحت جايبه بقى انا طبعا حاطه في الخياشيم بتاعته، ورحت حاطه من تحت، ورحت حاطه بقى طبقه من تحت كده، من فوق اقصد، رشيتها عليه من فوق. ويلا بقى نبتدي في رحله يعني انا هفضل ادعك فيها كده كمان. وممكن تعملي مساج للصمغه كده، تطريها من السلسله كده، تفضلي تستطري فيها عشان لما تيجي تبقى طريه معاكي. ويلا بقى نتويه. انا هوريكم بقى نتويه ازاي. ادي كده حطيناه في اول كيس، وهنربطه كويس جدا ونفضيه ونفرغه من الهواء زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طيب تاني؟ هو كده بس؟ لا ده لسه موال كبير. ده احنا هنحطه كيس جوه كيس جوه كيس جوه كيس جوه، هنحطه في اكياس كتير. او هتعدي لغايه يعني بصي العدد في الليمون هنعد كتير خالص، ما بعدش يا جيمي. قعدنا نحط كيس في كيس في كيس. وجبت بقى كيس التلاجة، كيس من الناحيه دي وكيس من الناحيه دي عشان افرغ منه الهواء خالص، عشان اضمن ان ما يسردش ميه نهائي. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. قتلنا القتيل ونتويه بقى. احنا قتلنا القتيل يبقى لازم نتويه. يبقى احنا زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت احطه في اكياس، ده جوه كيس جوه كيس جوه كيس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ده انا عايزه اقول لكم ان بره الكاميرا حطيت اكياس تاني عشان اضمن، لان ما الحاجه مش رخيص والله يا جماعه، ده انا جايباه غالي برضو ويستاهل تعبه بصراحه، يستاهل ان انا اكفنه حلو بصراحه. حطيت كيس جوه كيس كده. ادي بقى وعملت الاكياس خلف خلاف. وما نسيت اقول لكم كمان، هو انا بحط السمك في اول كيس، بحط السمكتين خلف خلاف، راس وديل. يعني انا حطيت الراس كده، لا الناحيه التانيه احط ديلها، يعني ما يقابلوش راس قصاد راس، لا راس وديل كده، راس وديل. انا حطيت انا كنت جايبه 4، عملت 2 مع بعض كده مع نفسهم، وعملت برضو 2 مع نفسهم كمان. بقى هودي واحده لبنتي، واحده لحماد بنتي، و2 لينا. فيعني هيجوا يتوزعوا برضو والله. يلا بألف هنا وشفا اللي هياخد، بس يطلع حلو يا ناس وما اتكسفش والنبي يا رب. ادعوا لي بقى ان يطلع حلو والنبي يا جماعه. وجبت بقى اللي هو الاسترتش وفضلت برضو اكفن فيه. وانا هسكت على كده على الاكياس بس؟ لا ده انا قدامي لسه موشح كبير. ده انا لسه هفضل برضو بالاسترتش هعمل، وبرضو هحط في اكياس تاني، هكفنه على الاخر، هخليه كده ما يطلعش ما يسردش نقطه ميه كده زي ما انتوا شايفين كده. وجبت وقعدت اعمل بالاسترتش كده لغايه ما حسيت انه مفيش منفذ للهواء، منفذ كده انه يسرد ميته حتى مفيش. تمام كده يا روح قلبي. دينا اهو انا بوريكم ان انا عملته على الاخر. اسكت لكده؟ لا ما اسكتش، رحت حطاه في كيس كمان عشان عشان اضمن ان حاجتي تبقى كويسه. امال يعني مثلا اتكسف قدام حماد بنتي قلت لها هبعت لك منه، لو انا ما بعتلهاش منه بعته المستخسره. طب ليه؟
لا، ففضلت بقى اعمل فيه قد كده لغايه ما ما خليته متكفن على الاخر. وانا بقول لكم هنا اهو، قتلنا القتيل وكفنا على الاخر. انا كده بقول لكم الكلام ده يعني دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل زي ما عملنا في السمكتين الاولانيين هنعمل في السمكتين التانيين. وادي اهو كفنا الاتنين زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. بوريكم انا اهو انا عملت اهو بالاسترتش وبالاكياس بقى. عندك اي حاجه بقى حطي فيها، بحيث ان لازم يكون المكان اللي هتحطي فيها ضلمه. لازم يكون مكان ضلمه كده وما بتستخدمهوش كتير. هتقعدي قد 15 يوم. وبعد ال 15 يوم ادعوا لي كده ربنا يحسن ختامه معاكم ونشوفه مع بعض وهفتحه معاكم وبوريكم برضه اهون. وادعوا لي ادعوا لي يطلع حلو يا جماعه، ادعوا لي عشان انافس ام مكه. وباي يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين.